واتساب الدلتا بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز. وكمان تقدر تعمل ربط الجهاز من خلال النسخة المدمجة، يعني النسخة المدمجة دي تقدر تعمل رقمك المحظور وتحطه فيها وتبدأ تشغل واتساب بنفس رقمك المحظور وبدون ربط، وكمان تقدر تعمل ربط الجهاز بيها عادي، مفيش اي مشكله. تقدر تربط الواتساب الرسمي بالواتساب الدلتا، مفيش اي مشكله. كل اللي عليك عايزك تتابع معايا الفيديو للنهايه، ولو لسه جديد معانا في القناه واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. تمام. طبعا هنا واتساب الدلتا تحديث جديد 2025. التحديث ده نازل بقيله حوالي تقريبا 3 ايام. النسخه دي بتاعت شخص تاني خالص، النسخه دي مش خاصه بي انا، ولكن بتاعت شخص تاني صاحب نسخه الدلتا. تمام. فالنسخه دي نزل لها تحديث من حوالي 3 او 4 ايام. تمام. فاحنا هنوريكم دلوقتي ازاي تقدر تستخدم النسخه دي بطريقه سهله وبسيطه. طبعا القديم معانا والناس اللي متابعانا عارفه هي هتعمل ايه بالظبط. تمام. اما لو حضرتك لسه جديد معانا، انا عايزك كل اللي عليك اول حاجه تدخل على متجر بلاي وتبدا تكتب تطبيق زد ارشيف، وتثبت تطبيق زد ارشيف ده عشان هنحتاجه في فك الضغط بتاع النسخه. اول ما تثبته عندك هترجع كده، هترجع تاني هتدخل على الصوره الشخصيه بتاع متجر بلاي وهتضغط على بلاي للحمايه. تمام. وبعد كده تضغط على علامه الترس، هتلاقي الخيارين دول مفتوحين عندك، هتضغط عليهم وتديله اوكي وتديله البصمه. هيبدا يتقفلوا معاك عشان ما يجيلكش الاشعار بان التطبيق ضار والكلام ده كله. تمام. يبقى انت كده لما تيجي تثبت النسخه هتتثبت معاك عادي. يبقى انت كده لما تيجي تثبت النسخه تتثبت معاك عادي بدون اي مشاكل، وهتتخطى كلمه الاشعار اللي هو بيجي لك التطبيق ضار. تمام. فهتتثبت معاك عادي. تمام. ولكن انصحك تمام اللي انت تفعل حمايه جوجل بلاي، ما ينفعش ان انت تقفلها، خليها شغاله معاك امان للموبايل بتاعك. تمام. ولما تيجي تثبت التطبيق ويقول لك التطبيق ضار، تمام، كل اللي عليك هتلاقي كلمه تحت كده مكتوب عليها المزيد من التفاصيل، هتضغط عليها هيقول لك تثبيت على اي حل، اضغط على كلمه تثبيت على اي حل هيتثبت معاك عادي، وحضرتك فاتح حمايه المتجر بلاي عادي، مفيش اي مشكله. تمام. وبعد كده تدخل على قناتنا على التليجرام. رابط قناه التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو، انزل وصف الفيديو هتلاقي رابط قناه التليجرام، اضغط عليها يدخلك على قناتنا على التليجرام، وهتلاقي النسخه موجوده عادي مفيش اي مشكله. تمام. هتلاقي هنا واتساب الدلتا تحديث جديد 2025، هتضغط عليه. تمام. هتيجي عند ايقونه تطبيق زد ارشيف اللي احنا لسه مثبتينه، تاني واحده من على الشمال اللي هي زد ارشيف فقط، هنضغط عليها. هنضغط على واتساب الدلتا تحديث جديد 2025. هتيجي هنا عند رقم 1 جي بي واتساب اكونت اكتيفيتور، رقم 1 هتضغط عليه يقول لك تثبيت. هتضغط تثبيت هيطلب منك كلمه المرور او الباسورد. كلمه المرور الباسورد دي انا هقول لك عليها دلوقتي. تمام. ولكن انا هقوله لك على جزئين، جزء اول وجزء ثاني في نهايه الفيديو. تمام. تمام. طيب اول ما تضغط على تثبيت وتحط الباسورد اللي انا هقول لك عليه، هتبدا ايه النسخه تتحمل معاك وتقول لها تثبيت، هتتثبت معاك. تمام. اول ما تتثبت معاك هتدي لها الصلاحيات والاذونات، تحط رقمك المحظور ويجي لك الكود، تحط الكود هيبدا ايه يطلب منك تحط اسمك وتحط صوره شخصيه على الواتساب. هتعمل كده وبعد كده النسخه هتفتح معاك عادي بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، ولكن هيكون فيها اعلانات والنسخه هتكون تقيله شويه معاك وما فيهاش المميزات بتاعت الدلتا. تمام. فنعمل ايه عشان نستفاد بالمميزات الدلتا؟ عشان نتخطى الحاجات ديت هقول لك دلوقتي تتخطاها ازاي بنسخه واتساب الدلتا. تمام. اللي هي النسخه رقم 2. تمام. ولكن بعد ما النسخه فتحت معاك بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، برضو لو انت حابب تعمل بها ربط هتبدا تنزل النسخه وتثبتها. تمام. بعد ما تثبتها تدي لها الصلاحيات، بعد كده تبدا ايه تربطها بالواتساب الرسمي، هتتربط معاك عادي مفيش اي مشكله. برضه هيكون فيها اعلانات وهيكون تقيله شويه، فهنستفاد بايه؟ هنستفاد بنسخه واتساب الدلتا بالمميزات بتاعتها ونتخطى الاعلانات ونتخطى تقل النسخه. تمام. هنيجي عند اللي هي بقى ايه نسخه رقم 2 دلتا واتساب عبد الله، هنضغط عليها. تمام. هتبدا تفتح معاها اقول له تثبيت، هيطلب مني كلمه المرور. تمام. كلمه المرور ايه هي؟ طبعا زي ما قلت لك كده كلمه المرور انا هقولها لك على مرتين، هقول لك الجزء الاول دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو. تمام. طبعا الجزء الاول من الباسورد هيكون 45 والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو. تمام. اهو زي ما انتم شايفين 45. تمام. هبدا اكتب انا الجزء الثاني بقى، ولكن مش هتشوفه الا في اخر الفيديو او هقوله لك في اخر الفيديو. تمام. بعد ما كتبت الجزء الثاني هبدا اقول حسنا النسخه تتثبت معايا عادي اهيت مفيش اي مشكله. هيجي اداه تثبيت الحزم هضغط عليها.
تمام. هنا بيقول لي تحديث الواتساب، يعني هنا طالب مني تحديث. تمام. سواء بقى حضرتك عملتها بنفس رقمك المحظوظ بدون ربط الجهاز او عملتها بالربط، هيطلب منك تحديث. هتبدا تحدث النسخه عادي عشان تتخطى الاعلانات والتقل وتستفاد بالمميزات. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، النسخه دي التحديث باقي له 3 ايام. تمام اهو. هنا هنقول له تم، هنطلع كده بره خالص، هنروح للنسخه. ادي يا عم شكل النسخه، مفيش اي مشكله. تمام. هنبدا نضغط على النسخه، هتفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. النسخه فتحت معايا بطريقه سهله وبسيطه. تمام. ولكن هنا بيقول لك ايه، تحديث متاح 2 داي، يعني التحديث متاح اليوم. يعني النسخه دي نزل لها تحديث جديد النهارده. تمام. طبعا انا خلصت النسخه وظبطتها وظبطت بعض الحاجات اللي فيها. تمام. ولكن صاحب النسخه نفسه نزل لها بعض الاضافات الجديده على النسخه دي. تمام. فهي دلوقتي اهوت مكتوب التحديث متاح. لو انت حابب تحدث هتضغط على التحديث متاح، او هيجيب لك هنا ابديت ناو، يعني حدث دلوقتي او كنسل. انت حبيت تحدث النسخه لما يجي لك الاشعار حدث ناو، تمام، او كنسل. حبيت تحدثها اضغط وحدث، ما حبيتش تحدثها اقول كنسلها عادي. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين هنا هو ده وضع الطيران، ماشي. هنا وضع الشبح. تمام. هنا طبعا الكاميرا زي ما انتم شايفين اهوت. تمام. اهو دي الكاميرا. تمام. هنضغط على علامة الترس، هنا طبعا مكتوب دي. تمام. لو انا ضغطت كده تمام وعملت كده، هيبدأ ايه، يخلي اللون بتاعك لا وضع ليلي او دارك او الكلام ده بس، ولكن هو مكتوب عليها دي مش عارف ليه. تمام كده بقى الوضع الليلي. لو انا ضغطت كده تاني تمام، هنا خليه نايت، عايز اخلي الوضع نايت، هضغط كده تمام واقول له موافق، هيبدا يرجع لي في الوضع النايت عادي مفيش اي مشكله. تمام. ولكن انا ممكن اخليها الوضع ايه، الليلي مثلا اهو، نايت. تمام اهو زي ما انتم شايفين اهو. هبدأ اضغط كده تاني. هنا طبعا لو انت عايز تعمل وضع الطيران مفيش اي مشكلة. تمام. هنا طبعا دي كلها الايقونات بتاعة النسخة، لو انت حابب تغير اي ايقونة ممكن نختار الايقونة ديت، هتلاقيها اتغيرت معايا بالشكل اهو زي ما انتم شايفين. هضغط كده وهبدأ اضغط على علامة الترس، مفيش اي مشكلة. تمام. هنا طبعا الالوان بتاعة النسخة، لو انت حابب تغير بص على كلمة الكلام اللي هو باللون الاحمر، ممكن اخليه باللون الاصفر او زي ما انتم شايفين. ممكن اخليه باللون ده، ممكن اخليه باللون ده، ممكن اخليه باللون ده. ممكن اضغط على علامة الزائد ديت هيظهر لي الالوان كلها. ممكن اخليه باللون ده تمام اهو واقول موافق. تمام. ممكن اخليه باللون الاحمر تاني اهوت. ممكن نخليه اورنج، ممكن نخليه ابيض. تمام اهو. نختار اللون ده بتغير معايا عادي مفيش اي مشكله اهو. دي كلها الوان. تمام. هنا طبعا الاعدادات لو انت حابب، هنا الخصوصيه اضغط على الخصوصيه. هنا طبعا العام هتضغط عليه كده. لو انت عايز تفعل تجميد اخر مره واخفائك على الانترنت او اخفاء على الانترنت تفعل خيار عادي. هنا اخفاء علامه المعاد توجيهها اضغط هنا عادي. هنا اخفاء الحاله المرئيه اضغط هنا لو انت حابب تفعل. هنا منع حذف الرسائل، عايز تفعلها برضو حالات منع الحذف اهوت. لو انت حابب تفعلها هنرجع كده وهنيجي للجهات. تمام. هنا اخفاء علامه الزرقاء. تمام. هنا اظهار علامه الزرقاء بعد الاستجابه. الاثنين طبعا بيتفاعلوا مع بعض. اخفاء الميكروفون الازرق، اخفاء الكتابه والكلام ده كله لو انت حابب برضو تفعل فبراحتك عادي مفيش اي مشكله. هنا برضو المجموعات والرسائل برضو كذلك الامر، هتبدا ايه تختار الحاجات دي في المجموعات والكلام ده كله. تمام. وهي برضو الرسائل. تمام اهي زي ما انتم شايفين اهي. تمام. هنرجع كده خطوه. هنا طبعا الوسائط وهنا المفضله والاشارات زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات اهي زي ما انتم شايفين. طبعا التحديث بتاع النسخه دي دلتا دبليو اي في 6.62. تمام اهي زي ما انتم شايفين اهو. تمام. طيب هنيجي عند هوم سكرين، انا عايز اخلي النسخه دي بشكل الايفون. تمام. هاجي عند هوم سكرين هضغط عليها، وهاجي عند اول واحده اللي هي هوم يو ستايل هضغط عليها كده. تمام. واخليها مثلا وليكن بشكل الايفون. هختار اول واحده اي او اس هضغط عليها بالشكل ده كده. هرجع خطوه. تمام. هتلاقي قلب معاك بشكل الايفون عادي. هنضغط على علامه الترس زي ما انتم شايفين اهو، قلب معايا بشكل الايفون مفيش اي مشكله خالص. تمام اهو. تمام. هنا بطريقه كويسه. وهنا برضو الالوان هي لو انت حابب نخليها مثلا اللون الاحمر اهو. شايفين اهي النسخه قلبت معايا بشكل الايفون، نسخه جميله جدا جدا جدا.
تمام. هنا الخصوصيه والاعدادات والوسائط والاشعارات والشاشه الرئيسيه والكلام ده كله. النسخه بشكل الايفون نسخه بصراحه جميله جدا جدا جدا. تمام. وهنا برضو الاعدادات والخصوصيه ضغطت عليها هتعرف ايه اللي احنا الحاجات اللي احنا لسه مفعلينها. تمام اهي. عفوا احنا قفلناه اهو. تمام اهي. النسخه بشكل الايفون نسخه بصراحه ممتازه 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 جدا جدا. تمام. دي نسخه الدلتا. تمام. بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، وكمان تقدر تربط بيها عادي مفيش اي مشكله. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. واخر جزء من الباسورد هيكون 67. 67 اخر جزء من الباسورد. تمام. بكرر كلامي اهوت. لو انت ما سمعتش الجزء الاول من الباسورد ارجع للفيديو واتفرج على الفيديو من الاول عشان تعرف اول جزء من الباسورد، ولكن تاني جزء من الباسورد هيكون 67. تمام. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم وبطريقه بسيطه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.